السلام عليكم الاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد التحليه اللي سهله واقتصاديه ما كتاخذش بزاف الوقت. عندنا المقادير ديال الطبقه الاولى ديالها. عندنا 3 البيضات، عندنا نص كاس ديال زيت نباتيه، عندنا كاس ديال الحليب عامر، عندنا كاس ديال السكر ما عامرش، كاس لارب ديال السكر ديال سنيده ما عامرش، عندنا 3 شاشيات ديال البودره ديال الكاكاو. اللي عندها البودره ديال الكاكاو ديال العبر دير فيها 2 معالق كبار، 2 معالق كبار. عندنا 2 شاشيات ديال الخميره، عندنا 2 باكيات كبار ديال الهيرنيس. اللي بغى يدير 2 كبار يديرهم، اللي ما عندوش الكبار يدير 4 صغار. المهم غنخلطوا المكونات كاملين في الخلاط الكهربائي. غنبداو دابا نديروا مكونات في الخلاط الكهربائي. كنبداو بالهيرنيس هو الاول، نديرو كامل هكا، كنضيفو كاس الحليب، المهم بعد ما خلطنا المكونات كاملين اللي عندنا كنجيبو بحال هذا اللي كيتحل، كندهنوه بالزبده وكنرشوه بشويه ديال الدقيق، كنكبو فيه الخليط ديالنا كامل، كندخلوه للفران تقريبا 40 دقيقه. صافي باش بعد ما كنخويوه هكا كندخلوه للفران قلت لكم 40 دقيقه ونخرجوه. صافي خرجنا الكيكه وكنكبوا عليها نص كاس ديال الحليب ديال العنبه محدها باقا سخونه. الا كانت بردات كنسخنوا الحليب، كندفوا الحليب وكنكبوا عليها نص كاس ديال العنبه، كنكبوا عليها وكنخلوها حتى تبرد. ندوزو لوجدوا الطبقه الثانيه ديال التحليه. كنحتاجوا فيها نص لتر الحليب، كنحتاجوا 3 المعالق ديال النشا، كنحتاجوا نص كاس ديال السيرو بنكهه الرمان، كنحتاجوا 3 المعالق ديال السكر او السنيده. نبداو بسم الله. كنديروا نص لتر الحليب، كنديروا النشا 3 المعالق ديال النشا، كنديروا السكر ديالنا، كنضربوا كلشي كنديروا فوق البوطه، كنبداو نخلطوا هكا حتى كان كيتقل لينا الخليط هكا كيف كتشوفوا. صافي وكنطفوا عليه، كنحيدو فوق النار. بعد ما حصلنا على الخليط هكا كيف كتشوفوا كنضيفوا ليه السيرو. اللي بغى يدير اللي ما عندوش السيرو بنكهه ديال الرمان يدير الفلو، حتى الفلو يزيد الفلو ديال الفاني ولا ديال الفريز اللي كان غيستعملو. النكهه ديال الرمان كيجي المذاق ديالها هائل، حتى بالفلو كي قلت لكم راه كتجي زوينه، غير جربوها. صافي بعد ما وجد هكا غنكبوه فوق الكيكه ديالنا الاولى اللي وجدنا، نكبو داك الخليط عليها. الخليط الثاني كندخلوه للثلاجه تبرد حتى كتشد راسها وكنخرجوها باش نزينوها. بعد ما بردات التحليه ديالنا خرجناها من الثلاجه وزيناها بالفريز كي كتشوفوا هكا على هذا الشكل. كنتمنى تجربوها، راه اقتصاديه سهله في التحضير وما كتاخذش لكم وقت بزاف. كنتمنى تدعموا القناه ديالي.